تخيل معايا كده عالم الانسان فيه عايش بجسمه هنا، لكن روحه ممكن تروح لمكان ما فيهوش لا نهار ولا ليل، كله ضباب وضلمه ومليان ارواح. تقدر تستخدم اي انسان علشان ترجع للعالم بتاعنا. المكان ده اسمه العالم الاخر. بس المره دي الحكايه مش مجرد ان حد يروح للعالم الاخر، لان في انسانه ظهرت عندها قدره مختلفه تماما تقدر ترجع من العالم الاخر مش بروحها بس، لكن كمان تقدر تجيب معاها حاجات وكيانات موجوده هناك للعالم الحقيقي. ودي القوه بقى اللي تتحول لاكبر مشكله في القصه كلها. القصة بتبدأ مع جيما، أم عازبة عايشة مع بنتها الصغيرة مايا. من بره حياتهم شكلها طبيعية جدا. جيما هنا بتحب بنتها وعاوزة إنها تحميها بأي تمن، لكن ورا حياتها في ماضي غامض هي نفسها مش فاهماه بالكامل. طفولة جيما ما كانتش طبيعية. وهي صغيرة أمها إنجريد كانت دايما بتتصرف بشكل غريب. بالنهار كانت بتنام كتير، وبالليل شخصيتها كانت بتتغير تماما. كانت بتبقى مرعوبة، بتقول كلام يخوف، وأحيانا كان واضح إنها بتهرب من حاجة محدش غيرها قادر يشوفها. فجاما الصغيرة ما كانتش فاهمة سبب تصرفات أمها. كانت فاكرة إن أمها عندها مشكلة نفسية، لكن في ليلة حصلت حادثة غيرت حياة جاما للأبد. أمها انتحرت جوه نفس البيت، والبيت ده بعد كده هيبقى واحد من أكبر أسرار حياة جاما. وده بقى اللي بيوصلنا لسؤال مهم جدا. لو البيت شهد حادثة بالفظاعة دي، ليه جيما رجعت تعيش فيه؟ الحقيقة ان جيما اختارت تعيش هناك عن قصد. كانت عاوزة بنتها ما تعيش نفس الطفولة اللي عاشتها هي. كانت عاوزة تستبدل ذكرياتها السيئة بذكريات جديدة مع بنتها. لكن جيما مش عارفة ان البيت اللي بتحاول تبني فيه حياة سعيدة مع مايا لسه جواه باب مفتوح على الماضي. في يوم جاما هنا بتلاقي في الجراج صندوق قديم فيه حاجات كانت بتاعت امها. في البدايه الموضوع بيبان مجرد شويه حاجات قديمه، لكن الصندوق ده بيخلي سر العيله اللي امها حاولت تدفنه من سنين يرجع للسطح من جديد. وبعدها تبدا هنا بقى تشوف احلام غريبه، بس دي مش احلام عاديه، لانها كل مره بتنام بتحس ان هي بتروح لمكان تاني، مكان كله ضباب والطرق فيه مش مفهومه، والحاجات ممكن تتغير اماكنها فجاه. والأسوأ من كل ده إن هي مش لوحدها هناك. في البداية جيما كانت بتحاول تقنع نفسها إن ده كله بسبب الصدمات اللي عاشتها وهي صغيرة، وده يمكن يكون منطقي لأنها مرت بحاجات كتير وهي طفلة. لكن مع الوقت الأحداث بتبدأ تبقى حقيقية لدرجة إن صعب عليها تفضل تعتبرها مجرد أحلام، وتبدأ تظهر ليها إشارات مرتبطة مباشرة بأمها. وساعتها جيما هنا بتبدأ تفهم إن أمها يمكن ما كانتش مجنونة أصلا، يمكن كانت بتحارب حاجة جيما نفسها بدأت تشوفها دلوقتي. ومن هنا بقى القصة بتبدأ تاخدنا للعالم الآخر. ولو شفت بقى افلام انسيديوس القديمه فانت عارف ان العالم الاخر مش مجرد عالم اشباح عادي، ده عالم روحي بتعلق فيه الارواح الميته وكمان اللي عندها اضطراب. وفي الافلام القديمه الانسان كان يقدر يروح هناك بروحه، لكن الرجوع كان دايما خطير جدا. لكن في حاله جيما بيظهر قانون جديد تماما. جيما مش بس تقدر تروح للعالم الاخر، دي كمان تقدر ترجع منه بحاجات موجوده هناك. يعني زمان كان في نوع من الحدود بين العالم بتاعنا والعالم الاخر، لكن جيما تقدر تعدي الحدود دي في الاتجاهين. وده السبب اللي بيخلي الكائنات الموجودة في العالم الآخر تبدأ تهتم بيها. قدرة جيما اسمها ذا كورير، والكورير ده مش مجرد شخص يقدر مثلا يعمل اسقاط نجمي. الكورير يقدر ينقل حاجات بين العالم الآخر والعالم الحقيقي، والأخطر من كده إنه يقدر ينقل الكائنات نفسها من عالم لعالم. وطبعا القوة دي مش سوبر باور بالنسبة لجيما، لأنها أصلا لسه مش فاهمة إيه اللي بيحصل ليها. مشكلتها الأكبر إن بنتها الصغيرة مايا مرتبطة هي كمان بكل اللي بيحصل، ومع الوقت بتكتشف إن القدرة دي مش مقتصرة على جيما لوحدها. أمها كانت عندها نفس القدرة دي، والقدرة دي وصلت دلوقتي لمايا. يعني عندنا 3 أجيال من نفس العيلة مرتبطين بالعالم الآخر، إنجريد وجيما وكمان مايا. وهنا القصة بتبقى أكتر رعب الصراحة، لأن الحاجة اللي جيما بتحاول تهرب منها مش مجرد روح أمها. في كائنات موجودة في العالم الآخر عاوزة تستغل قدرة جيما لمصلحتها، وأخطرهم طبعا هو سايروس. سايروس مش شبح عادي. لما كان عايش كان زعيم طائفة دينية، وكان بيأثر على الناس بأفكاره عن الموت والعالم الخارق للطبيعة. كان مؤمن إن الموت مش النهاية، وكان بيحاول بنفسه يوصل للعالم اللي بعد الموت. لكن حتى بعد موته حكايته ما انتهتش، هو لسه موجود في العالم الآخر، ومن هناك بقى بيدور على طريقة يرجع بيها للعالم الحقيقي. ولما سايروس يعرف بوجود جيما بيفهم إن هي مختلفة عن باقي البشر، ولو في حد يقدر يطلعه من العالم الآخر فهي طبعا الشخصية دي. وده السبب اللي بيخليه عاوز يسيطر عليها. هدفه مش انه يقتلها وخلاص، لكن انه يستغل قدرتها علشان خاطر يخرج من العالم الاخر ويرجع للعالم بتاعنا بشكل دائم. لكن جيما لسه مش عارفه خطه سايروس كامله. كل اللي حاساه ان في حاجه بتراقبها باستمرار، وان الاحداث الخارقه حواليها بتزيد يوم بعد يوم. فجيما هنا بتقابل ست عندها معرفة بالعالم ده أكتر بكتير منها. ولو أنت شفت أفلام انسيديوس اللي فاتت فاسم إليز أكيد مهم جدا بالنسبة لك. إليز حاولت قبل كده تنقذ ناس من العالم الآخر، لكن دلوقتي إليز نفسها ما بقتش موجودة في عالم الأحياء. هي بتوصل لجيما من العالم الآخر بتفهمها إن كل اللي بيحصل لها مش مجرد أوهام أو حاجة في دماغها. اللي حصل لأمها كان برضه مرتبط بنفس القوة الخارقة للطبيعة، ودلوقتي نفس الخطر وصل لبنتها.
إليز كمان بتشرح لجيما إن أكبر نقطة قوة عندها ممكن تتحول لأكبر نقطة ضعف، لأن لو جيما تقدر تجيب حاجات من العالم الآخر للعالم الحقيقي، فكيانات العالم الآخر تقدر هي كمان تستخدم جيما وتحاول تخرج للعالم بتاعنا. يعني الباب ما بقاش مفتوح من ناحية واحدة بس، دلوقتي مفتوح من الناحيتين، وده أخطر جزء في القصة كلها. جيما بتبدأ واحدة واحدة تفهم قدراتها، من ناحية لازم تحمي بنتها، ومن ناحية تانية لازم تواجه ماضيها، ومن ناحية تالتة سايروس مستمر يحاول يوقعها في الشباك بتاعته، لكن جيما لسه مش عارفة إن سايروس مش لوحده. في العالم الآخر في أتباعه كمان موجودين، والناس دي مستنية هي كمان الفرصة علشان ترجع للعالم بتاعنا، وهنا القصة بتوصل لنقطة جيما لأول مرة تدرك فيها إن بنتها مايا مش مجرد طفلة بريئة. مايا هي أهم حلقة في اللعبة الخارقة للطبيعة دي كلها، لأنها هي كمان عندها نفس القدرة بتاعت الكاير، ولو سايروس قدر يوصل لمايا ممكن أصلا ما يحتاجش لجيما. ودلوقتي بقى قدام جيما سؤال واحد بس، هتحمي بنتها إزاي؟ لكن قبل ما جيما تقدر تاخد أي قرار، كائنات العالم الآخر بتبدأ تدخل في حياتها بشكل أعمق، ومن هنا بقى الكابوس الحقيقي بيبدأ، لأن الخوف مبقاش موجود في الأحلام بس، الخوف دخل للعالم الحقيقي كمان. وجيما بقى تكتشف قريب ان قدرتها مش بس ان هي تروح للعالم الاخر، لكن كمان ان هي تقدر تجيب حاجات من العالم الاخر للعالم بتاعنا. جيما بقى دلوقتي عرفت ان قدرة الكارير موجودة في عيلتها من اجيال، وان بنتها مايا ورثت القدرة دي هي كمان. لكن المشكلة الأكبر إن سايروس مستعد يعمل أي حاجة علشان يوصل للقوة دي، هو مش بيدور على جيما في حد ذاتها، هو بيدور على الباب اللي يقدر من خلاله يخرج من العالم الآخر ويرجع للعالم بتاعنا. وعلشان كده جيما بتقرر تحارب أي حاجة علشان تنقذ بنتها، لكن أتباع سايروس كانوا بالفعل مجهزين الخطة بتاعتهم. وبالتدريج بقى جيما بتبدأ تفهم إن كل الأحداث الغريبة اللي بتحصل حواليها مش أحداث منفصلة. أحلامها والحاجات اللي بتظهر في البيت ورحلتها كمان للعالم الآخر وكل الأحداث الخارقة اللي بتحصل حوالين مايا كلها جزء من خطة سايروس. جيما دلوقتي فهمت ان لو هي عاوزة تحمي مايا من القوة دي لازم الاول تفهم العالم الاخر، وعلشان كده بتدخل العالم المظلم ده مرة تانية، لكن المرة دي مش زي المرة الاولى طبعا، المرة دي هي مش خايفة زي زمان، هي عارفة هي رايحة لايه وعارفة هدفها، لازم توصل لمايا ولازم توقف سايروس. اول ما جيما بتوصل للعالم الاخر بتشوف نفس المكان الغريب والمرعب، ضباب في كل حتة والطرق فاضية والاحساس المسيطر عليها ان في حاجة بتراقبها في كل مكان. لكن المرة دي بقى جيما مش لوحدها، اليز معاه وبتساعدها. فهي بتفهمها هنا ان القوة الحقيقية لسايروس مش الشياطين اللي حواليه، لكن قدرته على التلاعب بالناس، هو بيستغل خوفهم ويخليهم يصدقوا ان هم مش هيبقوا في امان من غيره، وعشان كده اتباعه بيسمعوا كلامه مستعدين كمان حتى يراهنوا بحياتهم علشان يساعدوه يرجع. وفي العالم الحقيقي نيك كمان بيحاول يساعد جيما، هو بيفهم ان اللي جيما بتواجهه مش مجرد حالة تسلل ارواح عادية، اتباع سايروس موجودين حواليهم باستمرار، ومايا كمان بقت هدف مباشر ليهم. وهنا سايروس بياخد اكبر خطوه في خطته، بيحاول يربط مايا بالعالم الاخر. مايا لسه صغيره ومش فاهمه قوتها بشكل كامل، وعلشان كده سايروس شايف ان التلاعب بيها هيبقى سهل، لكن اللي هو مش واخد باله منه ان مايا مش لوحدها، امها رجعت عشان خاطر تنقذها. جيما بتوصل لمايا في العالم الاخر وبيحصل بينهم ارتباط عاطفي قوي، مايا بدل ما تخاف من امها اول ما تشوفها بتجري ناحيتها. جيما بتقول ليها ان مفيش داعي تخاف من كل الحاجات اللي بتشوفها، لكن في اللحظة دي سايروس بيظهر. سايروس هنا بيحاول يقنع جيما انه مش عاوز يأذيها، هو بس عاوز يرجع للعالم بتاعه، وبيحاول يقنعها ان البشر طول عمرهم فاهمين الموت بشكل غلط، ومن وجهة نظره العالم الاخر مش جحيم لكنه مجرد عالم تاني، وان البشر المفروض يكون عندهم حرية التنقل بين العالم ده والعالم بتاعنا. لكن جيما هنا خلاص فهمت ان كلام سايروس مجرد نص الحقيقة، لان لو سايروس خرج للعالم بتاعنا مش هيخرج لوحده، كائنات تانية من العالم الاخر هتبدأ تخرج معاه، وده بالظبط اللي جيما مستعدة تعمل اي حاجة علشان تمنعه. وفجأة سايروس بيبدأ يهاجم جيما، وبيبدأ بينهم صراع عنيف جوه العالم الآخر. سايروس بيستخدم الكائنات الموجودة حواليه ضد جيما، وجيما بتحاول تدافع عن نفسها، لكن واحدة واحدة بتبدأ تضعف، وفي اللحظة دي بتفتكر أمها وتفهم ان امها هي كمان واجهت موقف مشابه في وقت من الاوقات. امها ما كانتش ضعيفه، هي بس كانت لوحدها، لكن جيما دلوقتي مش لوحدها، معاها بنتها. والفكره دي بتدي جيما القوه ان هي تقف على رجلها من جديد. جيما بتستخدم قدره الكارير بتاعتها وبتحاول تعكس الاتصال اللي اتعمل بين العالم الاخر والعالم الحقيقي، الطريق اللي الكائنات كانت هتستخدمه عشان تخرج للعالم بتاعنا. هي بتحاول تستخدمه ضدهم، لكن سايروس مش هيستسلم بسهوله، بيحاول يسيطر على مايا. مايا بتخاف ونتيجه لخوفها بتبدا تستخدم قوتها، واول ما قدرتها بتشتغل الاتصال بين العالم الاخر والعالم الحقيقي بيبدا يقوى اكتر واكتر. يعني سايروس اخيرا بيوصل للحاجه اللي كان مستناها طول الوقت، وساعتها الطريق للعالم الاخر بيبدا يفتح، وفي العالم الحقيقي كمان الاحداث الخارقه للطبيعه بتزيد بسرعه جدا. اتباع سايروس هنا بيفتكروا ان سيدهم خلاص اخيرا هيرجع، لكن في اللحظه دي جيما بتاخد قرارها الاخير، بدل ما تسلم بنتها لسايروس بتدخل هي بنفسها جوه الاتصال ده. جيما بتفهم ان لو في قوه فعلا تقدر تطلع حاجات من العالم الاخر، فنفس القوه تقدر كمان ترجع الحاجات دي تاني.
وعلشان كده بتستخدم القدرة بتاعت الكارل بتاعتها وبتبدأ تعكس الاتصال. سيروس بيحاول يمنعها وبيحصل بينهم المواجهة النهائية، ووقتها بيقول لجيما انه هيعمل فيها زي ما عمل في امها وانه هينهي حياتها. لكن المرة دي بقى جيما مش بتخاف، بتقول ان امها عملت كل اللي تقدر عليه عشان تنقذها، ودلوقتي هي كمان هتعمل نفس الحاجة علشان خاطر تنقذ بنتها. جيما بتستخدم كل قوتها. الكائنات الموجودة في العالم الآخر تبدأ هنا بقى بتتسحب وترجع مرة تانية، وخطة أتباع سيروس بتنهار، وسيروس نفسه بيبدأ يتسحب ويرجع للعالم اللي كان بيحاول يهرب منه. وبيحاول في آخر لحظة يمسك جيما ويمنعها، لكن جيما بتستخدم قوتها وتقفل الاتصال، ومعاه كمان باب العالم الآخر بيبدأ يتقفل. سيروس بيتحبس تاني جوه العالم الآخر. ولكن هنا القصة مش بتخلص، لأن جيما بتكتشف إن أكبر تمن للمعركة دي دفعته مايا. القدرة اللي كانت عندها خلتها مرتبطة بالعالم الآخر بشكل أقوى بكتير من اللازم، فجيما هنا بتقدر ترجع بنتها للعالم الحقيقي وبتفضل تحضنها ومتمسكة بيها. مايا في البداية ما بتديش أي رد فعل، جيما بتخاف جدا، لكن بعدها مايا بتبص لأمها وببطء كده الاتنين بيحضنوا بعض. جيما بتفهم ان بنتها بقت بامان، ولاول مره بتفهم التضحيه اللي امها عملتها بشكل كامل. امها كانت بتحاول تنقذها بنفس الطريقه. دلوقتي ماضي بقى جيما مبقاش مجرد قصه مؤلمه بالنسبه ليها، هي بتفهم ان امها انجريد ما كانتش عاوزه تسيبها او تتخلى عنها، هي كانت بس بتحاول تحمي بنتها من العالم المرعب ده. ودلوقتي بقى جيما قدرت تنهي نفس الدايره دي وتحمي بنتها. لكن هل فعلا كل حاجه خلصت؟ الفيلم بيعرض مشهد صغير بعد التتر بنروح لعيادة دكتور أسنان، كل حاجة شكلها طبيعي جدا، راجل قاعد على كرسي الأسنان والدكتور بيشتغل عليه. لكن فجأة الجو بيتغير، بتبدأ تظهر شوية علامات غريبة وخارقة للطبيعة، وبالتدريج بنفهم إن قصة العالم الآخر ما كانتش انتهت بالكامل، لأن العالم اللي جيما قفلت بابه لسه وجوده موجود بطريقة أو بأخرى. والمشهد بعد التتر هنا بيلمح ان قصه كائنات العالم الاخر ممكن تكمل في المستقبل. ولو بصينا لمعنى الفيلم كله هنلاقي ان اكبر موضوع فيه مش الاشباح والشياطين وبس. الفيلم في الاساس بيتكلم عن العيله والخوف اللي بيتورث من جيل لجيل، الخوف اللي عاشته انجريد وصل لجيما، وجيما حاولت تخبي نفس الخوف عن مايا. لكن في النهايه جيما بتفهم انك لو حاولت تخبي الخوف ده فده مش معناه ان هو هيختفي، لازم تواجهه. وعشان كده في النهايه جيما مش بتهرب من القدره اللي عندها، هي بتتقبلها. وساروس عكسها تماما، هو مش قادر يتقبل الموت ومش قادر يتقبل فكره انه يفضل محبوس في العالم الاخر، وعلشان كده عاوز يرجع للعالم الحقيقي باي ثمن. والهوس ده بيخليه يعرض كل اللي حواليه للخطر. يعني الفرق الحقيقي بين جيما وسايروس هو ده، جيما بتتقبل ماضيها وبتكمل حياتها، اما سايروس فمش قادر يتقبل ماضيه ولا موته، وعشان كده بيفضل متعلق في العالم الاخر. فدي كده بكل بساطه قصه فيلم انسيديوس الجديد. لكن اكتر حاجه مثيره للاهتمام ان باب العالم الاخر ما كانش اختفى تماما. فلو انت اتفرجت على الفيلم ده بقى ايه رايك فيه؟ هل فعلا احسن جزء في السلسله، ولا يمكن اول جزء في السلسله هو افضل جزء في السلسله كلها؟ كالعاده بقى استنى رايك في الكومنتات. ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.